أهلا بكم مشاهدينا إلى الجزء الثاني من العرب اليوم. أنا وائل تميمي. في 3 أيار من كل عام تحيي الدول العربية على غرار بقية دول العالم اليوم العالمي لحرية الصحافة، وسط تقارير دولية ترسم صورة قاتمة عن حال الحريات الصحفية في المنطقة. ويؤكد تقرير لمنظمة فريدم هاوس المعنية بقضايا الديمقراطية والحريات أن حرية الصحافة في العالم أجمع تراجعت السنة الماضية إلى أدنى مستوى لها في 12 عاما. يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام بحزن، حيث انخفضت حرية الصحافة إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما بحسب دراسة سنوية نشرتها منظمة فريدوم هاوس. وبحسب هذه الدراسة فإن العام الماضي كان الأسوأ. الشرق الأوسط تصدر القائمة كأسوأ مكان للعمل الصحفي، إذ أكد التقرير عن وجود حكومات وتنظيمات إرهابية مارست العديد من الضغوطات على الصحفيين وصلت إلى حد القتل. هذه الصورة القاتمة للصحافة في العالم العربي ليست مفاجئة في ظل الأزمات المتعددة التي تعيشها المنطقة، فضلا عن شبه الفلتان الأمني في عدد من الدول وأبرزها سوريا والعراق واليمن وليبيا. ويضاف إلى ذلك غياب الوعي تجاه حقوق الصحفيين والتعتيم الإعلامي، كما شكلت التوجهات الحزبية والطائفية نقطة في هذا المجال. وعند هذا الواقع المرير فإن التغيير يحتاج لمعجزة بكل ما للكلمة من معنى في مجتمعات أنظمتها الحاكمة قائمة على الفساد والقمع، أنظمة تمنع أن تمارس السلطة الرابعة دورها ومسؤولياتها. وفي هذا الضباب العربي تأتي الصحافة الإلكترونية التي تحاول تغيير هذا الواقع وكسر القيود السياسية والجغرافية مع صعوبة مواجهة الحكومات لها. هذه الصحافة التي كان لها فضل كبير في الربيع العربي والثورات، وهي التي أسقطت أنظمة من جهة وهزت الشعور الإنساني العالمي من جهة أخرى. ولكن يثار بعض الجدل حول الضوابط والمعايير لهذه الوسيلة الإعلامية، خاصة وأنها اتهمت بالسطحية وعدم مراعاة المعايير الإعلامية. وفي هذا الإطار أشارت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا إلى أنه في حالة الاضطراب والتغير المستمر تعتبر الحاجة إلى معلومات موثوقة مهمة أكثر من أي وقت مضى، وهذا يتطلب بيئة تعزز حرية الصحافة والأنظمة الفاعلة من أجل ضمان حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. معي من باريس ألكسندرا الخازن، مسؤولة منطقة الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود. سيدة ألكسندرا، في اليوم العالمي لحرية الصحافة كيف يمكن وصف حال الحريات الصحفية في الشرق الأوسط والعالم العربي؟ أكيد مثل ما سمعنا هلا، أكيد وضع الصحافة بهذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، هو صعب جدا. هي من أصعب وأخطر المناطق للصحفيين. يعني صار إنه لأنه بهذه المنطقة بنشوف إنه بنشهد إنه في صراعات مفتوحة، فأصبح عمل الصحافة، ممارسة الصحافة شبه عمل مستحيل. شهدنا أكيد هبوطا كبيرا في السنوات الماضية في المنطقة، مع عدد من الاعتقالات والقتل وممارسة العنف ضد الصحفيين عم بيزداد. طيب، إذا كان مفهوما بين قوسين أن يكون ممارسة الصحافة في البلدان التي تشهد اضطرابات وحروبا أمرا صعبا، لكن ماذا عن البلدان المستقرة؟ لماذا ما زالت السلطات في هذه الدول تعتبر الصحافة عدوا؟ المشكلة بالبلدان اللي بنعتبرها هي أنه تعيش بسلامة، يعني ممارسة الصحافة هي بتواجه يعني عدة مشاكل منها، وهي بتتأثر من عوامل إن كانت سياسية أو اجتماعية. يعني بتلك البلدان الصحافة هي دائما بتتعرض إلى رقابة السلطة. السلطة هي بتخاف أنه تخسر قدراتها، تخسر هذه
كيف بيقولوا الدعم الرأي العام، فهي بحب تسيطر على وسائل الإعلام. وكمان في الضغوط يعني السياسية، في حتى الضغوط الاقتصادية، إن كان إنه معظم الوسائل الإعلامية، المؤسسات الإعلامية هي الخاصة هي مملوكة من قبل رجال أعمال، هن يعني بيدعموا الطبقة الحاكمة، أما هن عندهم مصالح خاصة. وهيدي كمان هي إشكالية صعبة جدا للصحفيين اللي بيعيشوا بهيك بلدان بسلامة. هل يمكن وصف وضع الحريات الصحفية في العالم العربي بأنه ثقب أسود كما ذهب بعض الصحفيين إلى وصفه؟ على مستوى العالم المنطقة تكاد تكون الأسوأ في العالم من حيث الحريات الصحفية، أم أن هناك بعض البقع البيضاء في هذه المنطقة؟ يعني إذا هيدا عم نحكي نسبيا، يعني يعني بالنسبة إلى الدول الأخرى، إلى المناطق الأخرى بالعالم، أكيد بتضل، أنا بعتقد الشرق الأوسط بتضل يعني المنطقة الأخطر الصحفيين، إن كانوا يعني إذا هن بيتعرضوا أكثر شيء إلى الاعتقال، إلى القتل، إلى الاغتيال، إلى التهديد بشكل مباشر أم لا. يعني هن أكثر الصحفيين، هن أكثر يعني بيواجهوا أكثر تحديات، أكثر صعوبات بهذه المنطقة. وأنا بعتقد إنه من المفهوم إنه طبيعي إنه نحكي عن ثقب سوداء، لأن صورة اللي ترسمها يعني الوضع المنطقة لحرية الصحافة هي سوداء جدا. لما نشوف بس الإحصاءات أما الأرقام ونقارن مع غير مناطق العالم، أكيد هي بتدل أنه أكيد يعني واقع الصحافة بهذه المنطقة هو مؤلم جدا. سيدة ألكسندرا، أنتم في منظمة صحفيون بلا حدود، بالإضافة إلى التقارير الدورية التي تصدرونها وتحظى باحترام ومصداقية كبيرين، هل تتابعون قضايا الصحفيين المعتقلين المفقودين، أم لا عملكم يقتصر على إصدار التقارير فحسب؟ أكيد نحن بنظهر تقارير مثل ما قلت، بس أكيد نحن كمان بنتابع كل القضايا، قضايا الاعتقال، قضايا التعديد، قضايا الاعتداء، يعني أي انتهاك ضد صحفي نحن بنتابع القضية، نحن بندعمهم، نحن على تواصل دائم مع الصحفيين الموجودين يعني ببلدان العالم. ونحن كمان لما يكون في صحفي مضطر مهدد، مضطر يترك بلده، مضطر يعني بحالة يعني صعبة جدا، نحن كمان بنساعده، بندعمه، بنجرب انه نوفر له بيئة اكثر آمنة أكثر. يعني طيب. أكثر آمنة. هل تتواصلون مع السلطات مثلا في البلدان العربية؟ أكيد. ماذا تقول لكم عندما تتحدثون عن واقع حريات صعب هناك؟ يعني نحن من خلال التقارير، من خلال التصريحات، من خلال اللقاءات، من خلال الرسالات، نحن هذا يعني هي وسيلة ضغط على السلطات. أكيد يعني حسب كل بلد شيء معين، بس انه عاده بشكل عام السلطات هي بمصلحتها انه تنفي هذا الشيء، تنفي الخبر، تقول انه انتم عم بتزيدوا، عم بتكبروا القصه، ما في هالقد اعتداءات، ما عم بتكبروا يعني عم بيقولوا نحن بندافع عن صحفيين اللي هن اعتقلوا اما قتلوا بسبب عملهم او بعلاقه، يعني بسبب اي شيء عنده علاقه بعملهم المهني. هنا بيحكوا عن لا، هذا الصحفي متورط بقضيه سياسيه ما لها اي علاقه بعمله كصحفي. فبضل يعني بضل في كثير امكانيات للسلطات انه يدافعوا عن طيب. عن الحاله عن سياساتهم القمعيه. طيب، ماذا عن وضع الصحفيين في مناطق النزاعات؟ وانت اشرتي الى ذلك، هناك مطالبات من قبل عديد من الصحفيين باستصدار تشريعات دوليه تحمي الصحفيين في مناطق النزاعات، ما دوركم انتم في هذا الاطار؟ نحن على الصعيد الدولي يعني بالنسبة إلى مناطق النزاع بشكل عام،
او بالنسبه الى سلامه الصحفيين بشكل عام، نحن عندنا طلب معين، نداء هو رسمي، صار رسمي يعني ومشترك، صار مشترك مع عديد من الصحفيين والمنظمات اللي غير حكوميه، هو نداء الموجه للامين العام للامم المتحده انه يكون في تعيين مبعوث خاص، ممثل خاص هو بيهتم بمساله حمايه الصحفيين، هو بيهتم بتطبيق كل الاحكام الدوليه، كل القرارات الدوليه، يعني يعني بيهتم بتطبيق اكيد التشريعات، يعني اكيد لحمايه الصحفيين. وما هو موقف الامين العام؟ هل هناك تجاوب مع هذه الدعوه؟ يعني عم نشتغل على الموضوع. شكرا جزيلا. من باريس ألكسندرا الخازن، مسؤولة منطقة الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود. أصدر مركز الحريات في رابطة الصحفيين السوريين بيانا اعتبر فيه أن الحدث السوري محاصر بإعلام غير مهني، لافتا إلى أن سوريا هي الأول إعلاميا بعدد الانتهاكات، هي الأولى عالميا بالأحرى في عدد الانتهاكات بحق الإعلاميين. وأوضح البيان أنه بعد أكثر من 5 سنوات على الثورة السورية لا تزال الكثير من الدول عاجزة عن توفير الأمان للإعلاميين السوريين على أراضيها وتتعامل معهم بشكل غير لائق، مشيرا إلى أن الإعلام الحكومي السوري وبعض وسائل الإعلام العالمية افتقدت المهنية وتحولت من وسيلة لنقل الحقيقة إلى وسيلة لانتهاكها والاعتداء على الضحايا أنفسهم. باتت مدينة غازي عنتاب أيضا شبحا يطارد الصحفيين والناشطين السوريين. اغتيالات في وضح النهار وتهديدات بالقتل طالت العديد منهم في قلب هذه المدينة الحدودية مع سوريا. في هذا الشارع رصاصة من مسدس كاتم للصوت وضعت حدا لحياة الصحفي ناجي الجرف، رئيس تحرير مجلة حنطة، الذي رحل إلى مثواه الأخير قبل يوم واحد فقط من عزمه السفر إلى فرنسا. التهديدات والمخاطر هذه تلاحق النشطاء والصحفيين في العديد من المدن التركية، فثمة جهات عدة لا تريد لصوت الحقيقة أن يسمع وتحاول كتمه بشتى الطرق. يعني الصحفيين المتواجدين في تركيا سواء كان موجود في مدينة غازي عنتاب أو حتى موجود في إسطنبول أو موجود في إزمير، اسمه صحفي سوري هو عرضة للاستهداف، سواء كان من النظام أو غيره من التنظيمات الأخرى. ومن الممكن الجرائم التي حدثت أن يكون النظام خلفها وتلبس لغيره، وهذا ما حدث في جريمة الزميل ناجي الجرف عضو رابطة الصحفيين السوريين. أعداد كبيرة من العاملين في مجال الصحافة توجهوا إلى الأراضي التركية هربا من الموت والتهديد بالاعتقال. لؤي هو واحد من بين عشرات الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال من قبل النظام السوري وتنظيم الدولة على حد سواء في مدينة حلب. الثورة فرضت علينا ظروف أنه نكون صحفيين ننقل الشيء اللي عم بيصير بسوريا، فتعرضت لاعتقال من قبل النظام السوري، وتعرضت لإصابتين بمدينة حلب بالمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. بعدين اشتغلت بقناة معروفة عربيا، وبعدها تعرضت لاختطاف من قبل تنظيم داعش بمنطقة حلب. بقيت حوالي 160 يوم عندهم، تنقلت ب 11 سجن، والتقيت بحوالي سجناء كتير. في مدينة شانلي أورفا 2 من الناشطين الصحفيين أيضا قتلا داخل منزلهما ذبحا في حادثة أثارت الكثير من التساؤلات عن جدية التهديدات التي تلاحق نشطاء الثورة حتى خارج حدود سوريا. هذا الشارع في قلب مدينة غازي عنتاب شهد اغتيال الصحفي السوري زاهر الشرقاط، الذي تمت تصفيته أيضا برصاصة من مسدس كاتم للصوت، الأمر الذي جعل حياة الصحفيين السوريين عرضة لكل الأخطار داخل سوريا وخارجها. سوريا التي تستعر فيها لهيب الحرب منذ أكثر من 5 سنوات ما زالت تحتل المرتبة الأولى كأخطر مكان على الصحفيين حول العالم. ففي عام 2015 سجلت منظمة مراسلون بلا حدود مقتل أكثر من 110 صحفيين، بينما تعرض المئات منهم للاعتقال والخطف من قبل جهات عدة على رأسها النظام السوري وتنظيم الدولة. فثمن مهنة المتاعب هذه ما زال باهظا.
عدنان الظاهر، التلفزيون العربي، من مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا. معي من هامبورغ في ألمانيا حسين جلبي رئيس المركز السوري لحرية الصحافة، ومعي من مدينة غازي عنتاب التركية عبر خدمة سكايب علي إبراهيم الصحفي السوري. حسين جلبي، كيف مر هذا العام على الصحفيين السوريين؟ مر هذا العام مثل الأعوام السابقة، يعني حقيقة بقصص سوداء. الصحفيين السوريون تعرضوا للقتل، تعرضوا للانتهاكات الأخرى. حال الصحافة السورية هذه الأيام يشبه حال مدينة الحلب، الجميع يضرب، روسيا تضرب، النظام السوري، حزب الله وإيران وحتى حزب الاتحاد الديمقراطي بالقوات العسكرية، الجميع يضرب المدنيين ولا أحد يستطيع وقف هؤلاء عند حدهم. قمنا في عام 2015 بتوثيق مقتل 64 صحفي ومواطن صحفي. عدد الانتهاكات وصلت حوالي 190 انتهاكا. في العام الذي سبقه أيضا كان هنالك مقتل 53 صحفي ومواطن صحفي. إذن الأعوام تتشابه، القصص تتشابه، الصحفيون يلقون حتفهم ولا أحد يستطيع وقف شلال الدماء. هذا تحولت سوريا حقيقة إلى مقبرة كبيرة للإعلاميين، للمدنيين السوريين. الجميع يحاول أن يدلي بدلوه ولكن لا أحد يستطيع وقف شلال الدم هذا. المنظمات الدولية تصدر بيانات، أصبحت في الفترة الأخيرة حقيقة تتجاهل ما يحدث. يعني حتى المنظمات الدولية التي يعول عليها مثل المنظمات المهتمة بالصحفيين التي تدافع عن الصحفيين، هي لم تعترف حتى الآن بمقتل الإعلاميين السوريين جميعا. نحن وثقنا مقتل عشرات الاعلاميين والصحفيين السوريين والمواطنين الصحفيين طبعا استنادا الى معايير دقيقه، يعني لا تختلف عن معايير المنظمات الدوليه، ولكن حقيقه حتى الان الجميع يتجاهل. لماذا حسين؟ لماذا يتجاهلون؟ أصدرت في العام الماضي لا أعلم حقيقة، هم لديهم معايير محددة، يعني لم تنزل إلى مستوى الحدث السوري. ذكرنا في بياننا الذي أصدرناه اليوم بأن هنالك تجاهل حقيقي أو متعمد أو لا أعلم ما السبب في ذلك. الجميع يتجاهل ما يحدث، لا يقوم بالضغط على حكوماته. منظمات صحفية، منظمات حقوقية توقفت عن الضغط على حكوماتها لكي تقوم بالتحرك والقيام بمسؤولياتها. معاييرنا كما ذكرت هي معايير مهنية بحتة. نحن لا نوثق إلا الإعلامي الذي يتعرض للقتل أو الانتهاك خلال قيامه بعمله. خارج ذلك نحن لا نقوم بالتوثيق. والمنظمات الدولية تتحدث مثل المراسلون بلا حدود على سبيل المثال، مع احترامي لتقاريرها، تتحدث عن مقتل 67 صحفي حول العالم في العام الماضي، بينما لدينا 64 صحفي سوري فقط في سوريا وحدها. نعم، نحن نسعى من جهتنا. نعم حسين. علي إبراهيم في غازي عنتاب، وسط هذه الصورة السوداء لوضع الصحافة في سوريا، كيف يمكن للصحفيين السوريين والمواطنين الصحفيين العمل داخل سوريا، وأنت تعرف كم هو مهم العمل الإعلامي لنقل صورة ما يجري في سوريا إلى العالم؟ هناك خطورة شديدة. مجرد أن تنقل الحدث، مجرد أن تكون ناقل لما يحدث في سوريا فأنت مستهدف. بالنهاية نحن في مناطق نزاع ونعي أن هناك مخاطر، لكن أن تصل لحد القتل هذا الأمر المرفوض. اليوم النظام السوري الخطر الأكبر المتمثل لنا كصحفيين عاملين على الأرض هو بإلقاء النظام السوري البراميل المتفجرة واستهداف الصحفيين بشكل مباشر، حتى إن لم يستهدف الصحفيين
واستهداف اهالي هؤلاء الصحفيين او لبعض ذويهم. بالتالي اليوم مجرد ان تكون ناقل للحقيقه فانت مستهدف. في سوريا كما قال الزميل هناك تم توثيق اكثر من 600 ناشط منذ بدايه الثوره السوريه لليوم، تم مقتلهم على يد النظام السوري الغالبيه العظمى وبعض الجماعات الثانيه، اضافه الى اكثر من 1100 صحفي وناشط تم اعتقالهم ومختفين قسريا في اقبيض النظام السوري وبعض المناطق او الجماعات شرق سوريا. بالتالي اليوم انت هدف للجميع. يعني انت الصحفي السوري هو عدو الجميع. نعم بالتحديد الصحفي مجرد ان تكون ناقل لما يحدث في سوريا فأنت يعتبرونك عدو تنقل هذه الفظاعات التي يرتكبها النظام السوري والميليشيات المساندة لها. طيب حسين، في بيان الذي أصدرتموه اليوم قلتم إن الإعلام الحكومي السوري وبعض وسائل الإعلام العالمية افتقدت المهنية وتحولت من وسيلة لنقل الحقيقة إلى وسيلة لانتهاكها. إذا كان هذا مفهوما بالنسبة للنظام، فماذا عن وسائل الإعلام العالمية؟ من تقصدون بالضبط؟ أنا أود هنا أن أسمي الأشياء حقيقة بأسمائها. يعني الأمر لم يعد يخفى، الأمر تداوله الناس على وسائل التواصل الاجتماعي. جميعا شاهدنا BBC العربي وهي تتحدث عن حادثة يعني قصف مناطق أقدم عليها نظام الأسد وبالتعاون مع حليفه الروسي. النظام الأسد يقصف مناطق خارج عن سيطرته في حلب. العملية أدت خلال يعني مستمرة منذ 10 أيام حتى اللحظة، أدت إلى تدمير أماكن كثيرة في المدينة، قتل كثير من المدنيين من ضمنهم أطفال ونساء. صور فظيعة جدا جابت كل دول العالم أصبح لونه أحمر من وراء ما حدث. إلا BBC العربي لم ترى هذا الأمر. هي تحدثت عن قصف الجماعات يعني هي قالت خطأ واعتذرت. حسين يسيطر عليه هو الاعتذار يعني في مثل هذه الأمور حقيقة ليس له أي قيمة. الموضوع يعني تم نشره مباشرة على التلفزيون يعني، والاعتذار صدر بعدة أسر قليلة لم يغطي ما هي تحدثت. حتى الاعتذار يعني كان اعتذارا يعني قليل الأهمية حقيقة، لم يشرح الحادثة كلها. كان مفروض أن يتم شرح الموضوع كله، كان مفروض أن ينشر الاعتراض أو الاعتذار كما هو معروف على الوسيلة الإعلامية ذاتها التي قامت بارتكاب الخطأ. ولكن هذه سياسة ممنهجة ترتكبها BBC وغيرها من المحطات الأخرى. النظام السوري كما تفضلت أنت، هنالك يعني صحفيون تحولوا إلى في الفترة الأخيرة خاصة يعني يقومون بأدوار لا تليق بالأخلاق المهنية الصحفية. هم بعيدون حقيقة عما يجري. يعني ظهور بصور سيلفي وخلفهم جثث، ظهورهم باللباس العسكري وهم يحملون البنادق ويقومون بإطلاق النار. ومؤخرا أيضا شهدنا، حتى لا أكون منصفا، يعني الثلاث حالات التي ذكرناها في بياننا لهذا اليوم. الحالة الثالثة هي أقدام إعلام حزب الاتحاد الديمقراطي بنشر جثث على شاحنة عسكرية، على شاحنة حاملة دبابات أو عربات ثقيلة تجوب مدينة عفرين. مثل هذه الأمور حقيقة فظيعة جدا ولا تليق بشيء اسمه صحافة. هذا الأمر يجعلنا نتحدث عن نشك حقيقة في وجود شيء اسمه صحافة يؤمن بها هؤلاء ويؤمن برسالته. الانتهاكات مستمرة خلال الشهر الماضي، يعني شهر نيسان بشكل خاص، حدثت انتهاكات منوعة يمكن تطبيقها على الوضع السوري منذ 5 سنوات. حسين، ليس فقط يعني هذه مفارقة عجيبة، ليس فقط في سوريا. يعني الانتهاكات بحق الصحفيين السوريين امتدت عبر الحدود ووصلت إلى تركيا. وعلي، أنت في غازي عنتاب شهدت اغتيال أكثر من صحفي سوري. هل تشعرون فعلا بأنكم مهددون؟ اليوم الصحفيين السوريون فقدوا جميع الشعور بالخطر. نحن عندما تكون مهدد بالقصف وبالقتل بكل يوم لن تتوقف مجرد تهديد، إرسال تهديدات لك أو مقتل زملاء لك. بالتالي اليوم نحن لكن بشكل محدود. الهدف الأساسي من عمليات تصفية في المناطق التركية هي بث الرعب في قلوب الصحفيين لترك عملهم. طيب هل تنجح برأيك هذه الحملة الترويع؟ ستسكت الصحفيين مثلا؟ ستمنعهم من ممارسة أدوارهم؟ لا أعتقد أن العملية، وأعتقد أن النظام السوري له دور كبير في بث هذا الرعب. مجرد تحولت مدينة عنتاب والشريط الحدودي لمركز الإعلام البديل،
والصحفيين السوريين الذين ينقلون ما يحدث في سوريا. بالتالي لجأ النظام ومن يسانده وبعض الجماعات لبث الرعب بقلوب الصحفيين والمؤسسات إسكاتهم ولإيقافهم عن نقل ما يحدث. لا أعتقد أنه نجح في بث الرعب، والا لما شاهدت مئات الصحفيين ومئات الناشطين والمواطنين الصحفيين ما زالوا مستمرين في عملهم وما زالوا ينقلون ما يحدث وما زالوا تحت البراميل المتفجره في حلب وفي إدلب بعض المناطق. حسين، أخيرا باختصار لو سمحت، أنتم في المركز السوري لحرية الصحافة وفي رابطة الصحفيين السوريين، هل تتواصلون مع منظمات دولية لكي تفعل ربما شيئا ما للصحفيين السوريين المستهدفين؟ من جهتنا نحن نقوم حقيقة بإرسال تقاريرنا الشهرية عن الانتهاكات التي نصدرها عن انتهاكات في نهاية كل شهر لجميع المنظمات الدولية. إذا كانت هنالك مخاطر معينة يتعرض لها صحفي في هذه الدولة أو تلك الدول المجاورة لسوريا أو في سوريا ولا لا يعود هناك مجال، نحن نراسل هذه المنظمات ونضعها في صورة ما يحدث. هي المنظمات نفسها تتواصل معنا للاستفسار عن بعض الحالات، نحن نزودها بالمعلومات المطلوبة. وددت فقط التعليق على معلومة القلق الذي يحدث في غازي عنتاب الفترة الأخيرة. أنا كنت حقيقة في غازي عنتاب الشهر الماضي عندما تعرض الشهيد زاهر شرقاط لعملية الاغتيال. حقيقة عملية يعني شيء بشع جدا ما الذي حدث. أنا أمس اتصلت مع أحد الزملاء في غازي عنتاب، لما يرد علي خلال ساعتين حدث لدي قلق جديد وأصبت بالخوف. حقيقة قد الأمر سيان بالنسبة للزملاء الموجودين في غازي عنتاب وفي سوريا، ولكن نحن من يتواجد أغلب الأوقات في خارج هذه المناطق نشعر بالقلق عليهم. نعم. نتمنى منهم بكل حب أن أخذ الحيطة والحذر. نعم. أن يأخذوا جميع المخاطر الجدية بعين الاعتبار. نعم، يأخذوا كل شيء بعين الاعتبار. شكرا لك حسين جلبي في هامبورغ، كما أشكر الصحفي علي إبراهيم في غازي عنتاب. وبهذا مشاهدينا نختم حلقة هذه الليلة من برنامج العربي اليوم. كونوا بخير.